كزبرة بعد خلافه مع محمد رمضان في ناس لما نجحت بقى عندهم نقص ونرجسية. عبر مؤدي المهرجانات كزبرة عن حزنه الشديد في منشور غامض بعد أزمة الحرب الكلامية مع الفنان محمد رمضان اللي نشبت بينهم عقب عرض فيلمه الجديد الحريفة 2. وقال كزبرة عبر حسابه الرسمي بموقع انستجرام من خلال خاصية ستوري: والله يا جماعة الكلام ده نفسي أقوله من بدري، مش عارف ليه كل لما أنجح في ناس بتحاول تطلع صورتي وحشة. أنا بجد نفسيا ما بقتش قادر، وبقالي فترة كبيرة كل لما أعمل حاجة حلوة ما بقتش عارف أنبسط بيها، ونفسيا مش أحسن حاجة، وربنا اللي عالم. قال كمان الواحد كان يهمه انه يقدم حاجة تعجبكم وتسعدكم، بس في ناس بتتعامل مع اللي بيقدم حاجة كوميدية على انه تافه مش موهوب، والواحد عشان بيتعامل بطبيعته ومش بيتصنع بتحاولوا تشوه تشوفوا ازاي تطلعوا فيه عيب قدام جمهوره وقدام اخواته اللي بيحبوه. وقال كمان بيتنسب لي كلام ما قلتهوش او بيتقلل مني بحاجات قديمة عملتها، واحيانا بتوصل للتريقة على اسمي بمجرد ما بعمل حاجة حلوة وتعجبهم. انا مش عارف ليه، وده السبب اللي بيخلي انسان طيب اول ما ينجح يتحول لانسان عنده نقص وعنده حرب مع كل اللي حواليه، زي ناس كتير نجحت وبقوا بيتعاملوا بنرجسية عشان يعرفوا يتعاملوا مع الواقع. فانا يا جماعة مش عايز اوصل للمرحلة دي، انا عايز اكون انسان طيب وفي حالي. وختم كزبرة كلامه: شكرا لكل واحد بيدعمني من قلبه، او اي حد بيحب اللي بقدمه او بينتقده باسلوب كويس.